الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصلة في دروس سنن أبي داود التي نسأل الله أن يرزقنا فيها جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكتب لنا التوفيق في جميع أمورنا. نبدأ درس اليوم بذكر ملخص للحج، سيما ونحن نستقبل موسم الحج وفي أيامه، وفي هذه الأيام المباركة، في أيام العشر من ذي الحجة. وهذا الملخص كنت قد كتبته قبل فترة، فناسب إن شاء الله أن نذكره في هذه الأيام، لعل من يستفيد منه من المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد. لا يخفى عليكم أن الحج هو قصد مكة لأداء النسك على وجه مخصوص. المفرد إذا أهل بالحج يقول لبيك اللهم حجا، والقارن عليكم السلام يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج. في يوم الوصول يجب الإحرام من الميقات، والمواقيت جمعها بعضهم بقوله عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبيني. فهذه هي المواقيت: ذات عرق ويلملم، وذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل. فيجب الإحرام من الميقات وينوي الحج، لأن الإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. ويجوز له الاشتراط بعد التلبية مباشرة، كان يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا يكون في حالة الخوف والمرض ونحوه. ويسن له طواف القدوم للمفرد والمقرن، يسن له طواف القدوم، ويجوز له تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم ويبقى محرما، هذا المفرد والقارن. والطواف، يقول ابن عباس في الطواف إنما الرمل على أهل الآفاق. الرمل في الأشواط الأولى يكون للآفاق. والطواف 4 أنواع: طواف العمرة، وطواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. أما بالنسبة للمتمتع فيحرم من الميقات وينوي العمرة، ويجوز له الاشتراط، يجوز له الاشتراط بعد التلبية مباشرة إن خاف على نفسه من مرض ونحوه. وطواف العمرة وسعي العمرة، ثم صلاة ركعتين خلف المقام إن قدر، وإلا حاز المقام وصلى بمحاذاته من بعيد. يسن له التقصير
تقصير شعره ليبقى ما يحلقه بعد الحج. ويجب ذلك، يجب التقصير أو الحلق حتى على من ضحى أو وكل بالأضحية. كذلك المتمتع يتحلل تحللا كاملا، يجوز له كل ما حرم عليه بالإحرام، يعني بعد أدائه للعمرة. والعمرة أركانها الإحرام، ومر معنا هو نية الدخول في النسك، والنية تكفي، والإهلال به سنة. ومن أركانها أيضا الطواف والسعي، لها 3 أركان: الإحرام والطواف والسعي. وأما أركان الحج فسبق ذكره: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والنية تكفي، والإهلال به سنة، يعني يكون مكانه لمن كان دون الميقات. ثانيا الوقوف بعرفة، وهذا أعظم أركان الحج، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، فمتى ما وقف صح منه. كذلك من أركان الحج طواف الإفاضة، والركن الرابع سعي الحج. وأما واجبات العمرة 2: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. أولا الإحرام من الميقات، ثانيا الحلق أو التقصير. طيب، من ترك الإحرام فهو لم يعتمر ولم يحج أصلا. من فاته الوقوف بعرفة فلا حج له، فإن كان قد اشترط فليتحلل بعمرة ويهدي ويقضي الحج، يهدي ويقضي الحج. من ترك الطواف أو السعي فيجب أن يرجع ويطوف أو يسعى ولو فارق مكة، ولا يجزي عنهما شيء. الطواف والسعي لا يجزي عنهما شيء. وأما واجبات الحج فالإحرام من الميقات، أن يكون إحرامه من أي المواقيت التي سبق ذكرها، فإن تعدى رجع ولا شيء عليه، فإن أحرم من بعدها فعليه دم، يعني أحرم بعد الميقات هذا عليه دم. أما إذا أحرم بعد الميقات ورجع إلى الميقات وأحرم، أما إذا تعدى الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات مرة أخرى وأحرم منه فلا شيء عليه. المبيت بمزدلفة، وهذا يعده بعض العلماء ركنا. المبيت بمزدلفة أغلب الليل يعده بعض العلماء ركنا، وعند كثير من أهل العلم عند جمهورهم المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج إلى ما بعد نصف الليل. الوقوف بعرفة إلى الليل، والمكوث في منى أكثر الليل في أيام التشريق، يعني المبيت في منى ليالي أيام التشريق. كذلك رمي الجمرات، رمي الجمار، وتكون 7 لكل جمرة، الكبرى والوسطى والصغرى. فإن ترك حصى واحدة فعليه دم، لابد يستوعب الحصى. كذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. وكذلك طواف الوداع وذبح الهدي للمتمتع والقارن. من ترك شيئا منها فعليه أن يذبح شاة في الحرم ويوزعها فيه، فإن لم يستطع لفقره فلا شيء عليه. طيب، في يوم التروية وهو اليوم 8 المتمتع قبل 8 يكون قد تحلل. أما المفرد والقارن
فيبقى محرما. طيب في يوم التروية وهو اليوم الثامن يذهبون إلى منى، والمتمتع إذا خرج من مكة أو الحرم فتمتعه باق إلا إذا رجع إلى بلده، والسنة ألا يتأخر في الإحرام عن ذلك اليوم، لا يتأخر عن هذا اليوم يوم التروية، فيذهب إلى منى ويقصر الرباعية، صلاة الرباعية يقصرها، والأفضل ألا يجمع إلا إذا احتاج للجمع جمع، وإلا لا يجمع يقصر. ويكثر من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وفيها عدة صيغ: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في يوم التاسع وهو يوم عرفة لا يشرع للحاج صوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعرفة كلها موقف إلا وادي عرنة. طيب في يوم التاسع من السنة الذهاب إلى عرفة بعد شروق الشمس، ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر بأذان وإقامتين. ويكثر من الأعمال الصالحة خاصة الدعاء، وهو خير الأعمال لمن حضر عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسن استقبال القبلة عند الدعاء ورفع اليدين والإلحاح في الدعاء. وأما استقبال الجبل فبدعة منكرة، لا يستقبل الجبل وإنما تستقبل القبلة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، كما سمعتم. ثم يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، ويصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ولا يسن له التنفل بعدها سوى الوتر، فيبيت في مزدلفة ويصلي فيها الفجر في أول وقته، ويبقى حتى يسفر، يعني يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ وادي محسر أسرع جدا إن استطاع حتى يأتي منى. إذن لا بد أن يبيت في مزدلفة. إذا لم يبت في مزدلفة فعليه دم جبرا، يجبر ذلك بدم لتركه الواجب، وهذا الراجح إن شاء الله، لأن الخلاف في كون المبيت فيها ركن أو واجب أو سنة. وقول أكثر أهل العلم أنه واجب، مع اعتبار القول بأنه ركن، وهو قول قوي جدا. طيب هنالك مسائل لا بد من التنبيه عليها، وهي في يوم النحر وهو اليوم العاشر. الآن انتهينا من أعمال يوم الوصول ويوم التروية ويوم التاسع عرفة. طيب في يوم النحر وهو اليوم العاشر، وهو خير الأيام عند الله تعالى، ينحر المتمتع والقارن هديهما، ومن ساق الهدي لا يحل حتى يذبحه. طبعا الآن السلطات تتولى هذا، فالذي عليه هدي من الأول البعثة التي مشى معها تأخذ منه مبلغ الهدي، فتكون وكيل بالنسبة له، ثم تشتري بعد ذلك الهدي وتذبحه وتوزعه، وهو يكون مطمئن من هذه الجهة. طيب إذن في يوم العاشر
يتوجه إلى منى، يجمع الحصى من الطريق أو من منى، ولا يجزئ غيره من المصنوعات، يعني لا يأخذ بلاستيك مثلا أو حديد مصنوع في شكل حبيبات صغيرة، بلي مثلا أو نحو هذا، لا، وإنما يكون من إيش؟ من الحصى، يكون من الحصى، لا يجزي غيره من المصنوعات. وحجم الحصاة كحبة الحمص، صغيرة كحبة الحمص. ويجوز أخذ الحصى القريب من الجمرات، لو وجد حصى قريب من الجمرات يجوز له أن يأخذه، لأنهم بعد ما ينتهوا من هذه الحجارة يأخذوها إلى مكان قريب من الجمرات، كل من أراد مرة أخرى يأخذ منها في مكان قريب. على كل حال يجوز له أخذ الحصى من منى، ولا يأخذ من داخل الحوض، لا يأخذ من داخل الحوض. طيب، وأعمال اليوم العاشر جمعها العلماء في كلمة واحدة، وهي رنحط. رنحط، الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، طواف الإفاضة. هذه أعمال اليوم العاشر مجموعة في كلمة شنو؟ رنحط. طيب، إذن يرمي الجمرات وينحر الهدي، وقلنا إن البعثة ومن جاءوا معه هم وكلاء يكونون قد ذبحوا له، تمام، قد ذبحوا له. طيب، ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، ويجب أن تقع في الحوض، ولا يفعل شيء كما يفعله بعض الناس من أنه يعني يأخذ الحذاء ويرميه ونحو ذلك من هذه الأشياء، لا، وإنما يقف عند السنة. الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وتقصير المرأة يكون قدر أنملتها، حاجة قليلة جدا من شعرها، تجمع شعرها وتقصر مقدارا قدر الأنملة فقط. طيب، بهذا يحصل التحلل الأول، تحلل من الإحرام الأول، ثم يذهب فيطوف طواف الإفاضة وهو ركن، ويسعى كذلك، والسعي ركن لمن كان متمتعا، وهذا يسمى سعي الحج. وطواف الإفاضة والوداع لا رمل ولا اطباع فيهما، طواف الإفاضة والوداع لا رمل ولا اطباع فيهما. طيب، أما المفرد والقارن فلا سعي عليهما إذا كان سعيا مع طواف القدوم، وبهذا يتحلل التحلل الثاني، يتحلل التحلل الثاني. طيب، من قدم عملا على آخر صح منه، مثلا حلقت قبل أن أنحر فقال انحر ولا حرج، وهكذا من قدم شيئا على آخر يعني صح منه. طيب، بعد التحلل الأول يحرم عليه جماع زوجته، ويجوز بعد التحلل الثاني، لأن بعد التحلل الثاني يكون قد انتهى من أغلب مناسك الحج، بقي له فقط القر والنفر. طيب، هذا في اليوم العاشر. في اليوم 11، في اليوم 11 وهو يوم القر، يوم القر، فيبيت في منى أكثر الليل، وهذا واجب. بعض الحجاج ربما خرج هنا وهناك، لا بد أن يبيت في منى أكثر الليل. رمي الجمرات الثلاث، في كل جمرة يرمي 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالجمرة الصغرى، ومن السنة أن يدعو بعدها أو مستقبل القبلة ويرفع يديه، وكذا الجمرة الوسطى نفس الشيء ب7 حصيات، ويكبر ويدعو ويرفع يديه، ثم الكبرى ولا يدعو بعدها. رحمك الله.
ولا يجوز صيام أيام منى إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي. طيب، هذه أعمال يوم القر وهو يوم 11. ننتقل إلى يوم النفر الأول وهو يوم 12. يبيت في منى، يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، بعد زوال الشمس. على المتعجل أن يغادر من قبل المغرب، ومن بدأ في أعمال النفر فحكمه حكم النافر. ثم طواف الوداع واجب إلا على الحائض ومن في حكمها كالمريض. هذا يوم النفر الأول. ننتقل إلى يوم النفر الثاني وهو اليوم 13. يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يغادر منى ويطوف طواف الوداع، طواف الوداع، وهو واجب إلا على الحائض ومن هو في حكمها كالمريض، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني يكثر فيها من ذكر الله. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأيام المعدودات هي أيام منى. أما محظورات الإحرام فهي ما لا يجب فيه شيء كعقد النكاح، والعقد باطل إذا كان الولي أو أحد الزوجين محرما، وإذا وقع ذلك فلا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى ما لا يجب فيه شيء، ولكن يكون العقد باطل إذا كان الولي أو أحد الزوجين محرما، وهذا من محظورات الإحرام عقد النكاح. القسم الثاني من محظورات الإحرام ما يجب فيه المثل، ما يجب فيه المثل. الصيد كالصيد يقدره أهل العلم والخبرة إذا لم يسبق له تقدير من الصحابة والتابعين، يقدرونه، يعني مثلا قدروا إذا قتل حمامة أن يذبح شاة، فقالوا لأن الحمامة تشرب مثل الشاة، تشرب مثل الشاة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم على القراءة الأخرى. أيضا من المحظورات ما يجب فيه بدنة، ما يجب فيه بدنة. فالجماع إذا كان قبل التحلل الأول فحجه فاسد، وعليه الحج من قابل من السنة المقبلة، وعليه ذبح بدنة، عليه ذبح بدنة، وعليه التوبة إلى الله تعالى. وإن كان بعد التحلل الأول فعليه الإحرام من التنعيم ويكمل باقي الأعمال ويذبح شاة مع التوبة إلى الله تعالى. طيب، رابعا من محظورات الإحرام ما يجب فيه دم على التخيير كتغطية الرأس بملاصق كالقلنسوة ونحوها، فإذا غطى رأسه بملاصق فإنه يجب عليه دم على التخيير. وكذلك مس الطيب، لا يجوز استعمال الطيب. أما ما ليس بطيب مثل الصابون والدهون والشامبو وهذه الأشياء فكثير من أهل العلم قال لا تدخل في مس الطيب، لكن الأولى تركها إلا إذا احتيج إليها. كذلك لبس ما خيط على العضو للرجل كلبس القميص والسراويل، كذلك تقليم الأظافر، إلا الظفر المكسور الذي يؤذي. لو أن إنسان ظفره كسر ويؤذيه جدا فحينئذ يجوز تقليمه لدفع هذا الأذى. كذلك مباشرة الزوجة، يعني لا يجازف بحجه
فيباشر زوجته، لأنه إذا أنزل فدى أخرج الفدية. قص الشعر أيضا هذا يجب فيه دم على التخيير، قص الشعر، لكن يجوز تمشيطه ولو سقط منه شيء. ومن فعل شيئا منها فيخير بين ذبح شاة في الحرم وتوزيعها فيها ولا يأكل منها شيئا، أو إطعام 6 مساكين، إطعام 6 مساكين يوزع في الحرم، هذا الطعام يوزع في الحرم، مساكين الحرم. أو صوم 3 أيام في أي مكان، صوم 3 أيام في أي مكان. ولفظ الاشتراط يعني سبق ذكره، فيقول: فإن حبسني حابس محل حيث حبسني. فهذا يعني باختصار ما يتعلق بملخص الحج فيما يكون في يوم الوصول ويوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، مع ذكر بعض التنبيهات من بيان محظورات الإحرام وبيان أركان الحج وأركان العمرة، واجبات الحج وواجبات العمرة. سائلين الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بحج بيته عواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن لا يحرمنا من هذا الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.